ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده جاي لكم فيديو جديد. اول حاجه كده هنعمله ان شاء الله كده سمك مشوي وسمك مقلي، وجبه سمك يعني. فالمهم بقى ايه، بعد ما خلصت شغل البيت وكده، اول حاجه جبت سمكتين روسي. ده في الشوي بيبقى جميل قوي، هوريكم طريقه حلوه قوي هتعجبكم في الشوي. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات. اول حاجه كده جبت سمك وغسلته ونضفته، سيبته يفك براحته، بعد كده غسلته وشويه دقيق كده اهو، شويه ملح، واغسليه بيه قوي ومن قلبه من جوه كده اهو. بعد ما خلصته بقى كده وغسلته، قعدت ادعك فيه بالدقيق وكده زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى اتبله. جبت له شطة وكمون وملح وبهارات مشكلة و... وجبت له دقة انا عاملاها، دي توم على خضرة على فلفل، وضربها في الكبة على البهارات بتاعتها، وملح وخل وليمون، وحطها في الفريزر وبحطها كده وبطلع حتة بحتة واحطها للسمك. دي باجهزها على طول. لو عاوزين تعرفوا الطريقة قولوا لي في الكومنتات وانا اقول لكم على الطريقة بتاعتها، وتحطوها في الفريزر وتطلعوا حتة بحتة، متخافوش بتتكسر معاكم، وبتبقى ريحتها جميلة وزي ما هي. دلوقتي بقى حطيت خل وحطيت البهارات اللي قلت لكم عليها، وحطيت زيت وخل، وجبت بقى السكينة كده نخرمها كده زي ما انتم شايفين، واسيبها بقى ايه زي ما تحب. سيبها ساعة، ساعتين، نص ساعة، زي ما تحب. بعد كده جبت بقى الشواية دي. احلى حاجة بقى في الشواية دي انها بتصرد المية بتاعت السمك، تبقى عامل زي بتاع المحلات بالظبط. دي سر الشوي. تبقي تتبلي زي ما انت عاوزة، بس سر الشوي ايه؟ ان هو ينزل المية بتاعته. ممكن تجيبي شواية اللي هي بتتحط على البوتاجاز دي، بحيث برضك تنزل المية تحت تنزلها على البوتاجاز وبعد كده تمسحيها. بس بلاش الطاسة. الطاسة بتخلي السمك يشرب ميته، ما بتتبخرش، بيشرب ميته، ما بتبقاش حلو. دي لو في اي ميه، اي حاجه، اي سوائل بتنزلها في قلب الشوايه. لو لاحظتم، شوف بس بصوا في الشوايه كده هتلاقي منزله ايه، حاجات بيضه كده من السمك وكده. ودي بقى ايه الخلطه اللي كانت فيها. ببدا بقى احطها كده على السمك بحيث يبقى طري كده وشارب منها. تبقى جميله، جربوها هتعجبكم قوي. هنا بقى جبت طماطمايه وقرن فلفل وخرطتها، وطلعت حته من الدقه اللي انا عاملاها في الفريزر اللي انا قلت لكم عليها دي، واحطها كده على الطماطم والفلفل. وجبت بقى الفويل كده، اهم حاجه السمك المشوي كلفتيه بحيث ان هو يفضل دافي زي بتاع المحلات بالظبط. جبت بقى الليمون زي ما انتم شايفين كده، وعملته حواليه وعصور عليه ليمون. بيقولش لا بجميل. انا يوميها ما كانش عندي الا ليمون متلج، ما عرفتش اعصر، بس دي بقى اول ما يفكش اقوم راح حاصرها عليه كله. وجبت بقى ايه اللي احنا عملناه مع بعض، الدقه والطماطم والفلفل والليمون، وحط بقى على وش السمك كده، وعصري عليه ليمون زي ما انا قلت لك، وشويه خضره زوقيه من حواليه، بتبقى جميل كأنك جايباه من بتاع المحلات بالظبط. وكلفتيه بقى بالفويل، هيفضل دافي معاكي وجميل، مش هيبرد ابدا، ويبقى طعمه جميل. جربوه وقولوا لي رايكم في الكومنتات لو عجبكم. كده بقى خلصت السمك المشوي. ببدا ايه اعينه بقى ايه في الميكرويف، او اعينه في البوتاجاز، اي حاجه، بحيث انه يفضل دافي على طول. بالصحن كده، وكلفتيه بالصحن، مش شرط تمشيش الصحن. دلوقتي بقى هعمل بقى شويه رز بطماطم. دلوقتي اول حاجه جبت السمنه، وابدا بقى ايه احمر كنت بعدل العين عشان كانت عماله تهب شويه. ابدا بقى ايه اطلع السمنه، وجبت بصلايه. دلوقتي هعمل رز بطماطم. انا بحب الرز بطماطم جنب السمك، ما بستطعمش اي رز تاني. وما جبت بقى السمكه كده، البصله حمرتها قوي، حمرها قوي زي ما قلت لك. هنا السمك البولت بقى جبته، حط عليه شطه وكمون وبهارات مشكله وملح، وبرده شويه زيت وشويه خل وليمون. افضل تتبيله ممكن تشوفها للسمك، تحفه، جربوها وهتعجبكم قوي. وهنا بقى ايه حمرت البصل قوي، مش قوي قوي يعني، بس خليتها طلعت اللون بتاعها. وحطيت عليها الصلصه وسبتها تتسبك براحتها زي ما انتم شايفين. خليتها شويه كمان، وحطيت له شويه بهارات مشكله كده. انا بجيب بهارات مشكله بحل، بحبش يعني كل شويه احط من كل نوع حاجه، بجيبها مشكله وبحط منها نص معلقه صغيره. زي ما انتم بقى شايفين كده. جبت الطاسه هناك، هبدا بقى احمر السمك. دي بقى هنحمر السمك البلطي. هنعمل النوع بسمك بصلصه، والنوع التاني سمك مقلي عادي وعليه شويه خضره كده. اول حاجه بقى كده هنحط سمك بعد ما تتبل وقعد شويه برضك، وممكن تخرميه بالسكينه عادي زي ما تحبي. دلوقتي بقى حطي السمك في الدقيق كده اهو، بعد كده حطيه في الميه. هتلاقي الزيت عندك نضيف، مش متحروق، ما فيهوش حاجه. وممكن تحطي على الدقيق نشا، بس انا ما فضلتهاش يعني، بخليه ناشف قوي، بخليه مقرمش جامد. وهنا بقى كان النور قطع، معلش الاضاءه مش عاليه قوي. انا بقى حطيت ملح للرز عشان اعمل الرز.
وزوّدتها مَيّة وخدت نُص الصلصة كده حبّة منها للسمك، ودلوقتي بقى بدأت أحمّر السمك زي ما أنتم بقى شايفين كده، هنبدأ بقى نسقط الرز، سقطت بقى الرز كده، أسيبه بقى يغلي، أبدأ بقى أعلّي عليه وأسيبه بقى يغلي كده مع نَفْسه، وبعد كده إيه، أوطّي عليه وأسيبه بقى يتشرّب، بدأ يغلي أهو. أهم حاجة ما تزوّدوش مَيّة كتير وأنتِ بتعمليه، ولمّا مثلًا بعد ما يتشرّب ويتعمل قومي رايحة إيه، لو عاوز مَيّة والّا حاجة حطّي له عادي، ده الرز المصري العادي. بقى كده كانت الإضاءة كانت ضعيفة خالص، ففتحت الشباك بقى نوّر شوية، فاقوم هنا بقى كده إيه، جِبت توم حطّيت نُصّه ني على الصلصة اللي أنا سايباها، والنُص التاني حمّرته في الزيت اللي فاضل من السمك، طبعًا الزيت نضيف لإن إحنا عاملين السمك في مَيّة، حطّيناه في الدقيق الأول وبعدين مَيّة. تلاقي الزيت نضيف وجميل مش وِحِش، قُمت بقى حاطاه زي ما أنتم شايفين كده، وقسمت جِبت سمكية ونُص قسمتهم وحطيتهم في الصلصة، بحيث مثلًا اللي ما بياكلش في الصلصة أنا باحب أنا اللي في الصلصة، أنا جوزي ما بياكلش إلا الصلصة بس، بيحب السمك المقلي واللي هو الناشف، زي ما أنتم بقى شايفين كده، سِبتها بقى إيه، شوية صغيّرين بس كده، وغرفت بقى الأكل كده زي ما أنتم شايفين، ده الرز معمّر وسمك البولت المحمّر وسمك بصلصة، وعملت شوية سلطة برضُك حلوين كده، والسمك المشوي بس